السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ايه رأيكم نعمل طريقة فراخ حلوة قوي؟ لو بتحبي الفراخ الفيجيتار بس مش بتحبي تحطي بيض فيها، ما تيجي نشوف طريقة مع بعض جميلة قوي ومش هيبقى فيها بيض، والغلاف بتاعنا مش هيقع من على الفراخ ولا اي حاجة، بالعكس هيبقى ماسك فيها ومثبت. هنعملها بايه؟ بالدقيق المبهر. تعالوا الاول نشوف غسلنا الفراخ بتاعتنا ازاي وسلقناها ازاي، وهنعمل لها الغلاف الجميل ده ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا معايا فرخة جايباها ومتقطعة على 8 قطع. ماشي. هنا بوريكم الكبدايه يا بنات، دي اللي بتعمل معايا الزفاره، اللي هي العرق اللي هو الدم اللي بيبقى في الكبده. ده طبعا بالراحه خالص كده بالسكينه وطلعيه وارمي العرق ده. والفراخ معايا غسلتها ملح، ملح ليمون خل، بس ما غسلتهاش باكتر من كده. هنا يا حبايبي معايا الميه بتاعتي بتغلي، فيها جزرايه طماطمايه بصلايه وقرن فلفل رومي متقطعين بالشكل ده، ومعايا معلقة من الكزبرة الجافة، وهحط ملح ومكعب ماجي. معايا ورق لوري بس ما كانش موجود بعت اجيبه، فهحط كمان ورق لوري. كل الحاجات الجميلة اللي انا حطيتها دي هتطعم لي الفراخ قوي وتخلي اللحم بتاعها من جوه مسكر وتحفة. هنا كده يا حبايبي، بعد ما حطيت المية بتاعتي غليت، بحط الفرخة بسويها بالشكل ده، وبعد ما تستوي هوريها لكم. هنا كده الفراخ بتاعتي يا بنات بعد خلاص ما استوت هبتدي ان انا اطلعها، وهنا هعمل الغلاف اللي انا هحمر بيه الفرخه بتاعتي. هنا يا حبايبي معايا كوبايه من الدقيق، واحط عليها حوالي معلقه ونص من النشا. ما تكتريش دقيق علشان خاطر بعد كده ما ترجعيش ان انت ترميه، حطي على قد الحاجه بس اللي هتستعمليها. هنا مج عادي خالص دقيق وعليه معلقه ونص من النشا مليانه، معلقه كبيره مليانه. ابتدي احط بقى البهارات بتاعتي، احط معلقه من الكركم. هنمشي بس مع بعض كده واحده واحده. هحط كمون، حوالي نص معلقه صغيره من الكمون، زيها من الفلفل الاسود. حطيت ربع معلقه من الجنزبيل، وزيها من القرفه. بهاراتي بسيطه خالص خالص. معايا بصل بودر وتوم بودر، ومعايا ملح. بهارات بسيطة جدا يا بنات، جدا جدا، بس بجد كل ما تكون الحاجة بهاراتها بسيطة بتديني طعم أحلى، مش بكتر البهارات أبدا اللي بتتحط. كده يا بنات أنا قلبت كله كده في قلب بعضيه. هحس ان اللون معايا مش غامق شوية، هبتدي أحط حوالي نص معلقة تاني من الكركم عشان يديني اللون الأصفر الجميل الكهرمان بتاع الفراخ اللي حضراتكم شفتوها. هبتدي برضو اقلب كده كله في قلب بعضيه. معايا ايه بقى يا بنات؟ معايا الفراخ بتاعتي مسلوقة عادي جدا، ومعايا طبق فيه شوربة. باخد قطعة الفراخ بتاعتي ببلها في الشوربة، وبرجع احطها في الدقيق المبهر اللي معايا. بس ما بعملش اكتر من كده. ما بضغطش بايدي ولا اي حاجة، هو برش كده زي ما انتوا شايفين وهو بيثبت معايا كويس قوي. ابتديت جبت قطعة الفراخ حطيتها في الشوربة. هبتدي بقى اعمل الفرخة كلها مرة واحدة، وبعد كده هرجع ابلها من الشوربة وارجع بيها على الفراخ تاني. يا ريت ده يا بنات ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله انا بعمله. اهم حاجة يا بنات اللايك عشان الفيديو بتاعنا يبين. هنا كده بنات انا خلصت الكمية اللي معايا، ببتدي ان انا انزل تاني اهو في الشوربة بالشكل ده مرة كمان، وبعدين برجع هرش عليها الدقيق بالشكل ده كده. بجد سهلة وبسيطة. اي بنوتة عسولة عايزة تخش تساعد ماما، لسه بنوتة عروسة جديدة، هتخش تعملها بكل سهولة. لو ما بتحبش الفيجيتار بالبيض تعمل بالطريقة دي، بجد روعة، تحفة قوي، طعمها خيالي، تستاهل بقكم. بتمنى طبعا ان انتوا تقولوا لي رايكم ايه، وبتمنى ان كلكم تجربوها. هنا يا حبايبي كان معايا الزيت بتاعي سخن، ببتدي على طول انزل بقطع الفراخ اللي معايا. اهم حاجه بس يكون الزيت سخن. وبعد كده بعد ما تحطي قطع الفراخ وطي عليه شويه وسطني النار،
هي كده كده الفراخ معانا مستوية وزي العسل. بس ايه، انا بدي الغلاف بتاعي لون، وكمان يكون النار عالية عشان خاطر يجي يمسك معايا في الفراخ، ما يقبش ويقع مني ولا الكلام ده. اوعي تحطي عليه بيكنج باودر زي ما انا وريتي كده، ما تحطيش خالص بيكنج باودر، خليه كده عشان يمسك في الفراخ بتاعتك كويس قوي. هنا القطعة دي يا بنات اللي بوريها لكم دي كانت محمرة، ديت مش معمولة بالدقيق، دي متحمرة. دي بقية الفرخة اللي معايا اهي، بصوا الجمال بجد تحفة. بشدلكوا فيها اهي، مفيش اي حاجة بتقع، كله ثابت كأن قطعة واحدة. ادي الفراخ من جوه مستوية وجميلة تحفة. فراخ كانت طعمها حلو قوي، تستاهل بقكم كلكم. بصوا انا حابة بس ان انا بقطع لكم منها كده، بوريكم ان هي ماسكة في الفراخ كويس قوي بجد. وكمان يعني تغيري بقى من التحمير واللي في الفرن كده، لو عايزه برضو حاجه حلوه كده من غير بيض من غير اي حاجه، بجد طريقه جميله تستاهل بقكم كلكم. واقول لكم اسيبكم في رعايه الله.